مجموعة من الأبراج بتظهر في كل مكان في العالم ومحدش عارف السبب، لكن بناء على كلام الناس اللي دخلوا جوه الأبراج دي قالوا إنها شبه اللي بنشوفه في الأفلام والقصص الخيالية. فجأة بيظهر وحوش حوالين الأبراج ومقاتلين يدعوا بالصيادين وبيقفوا في مواجهتهم في سبيل حماية العالم منهم. ومن هنا بتبدأ القصة. اللي شفته وأنا صغير كان عظيم، حماية الناس بقدراتهم الخاصة دي بالنسبة لي كان حاجة عظيمة، وعشان كده سعيت إني أبقى صياد. اجتهدت في الدراسة جدا، ومن كتر الانتقال من كتاب للتاني اكتشفت إني قرأت كل الكتب اللي في البيت والمدرسة، ورحت اختبار الكتابة ونجحت إني أدخل أكاديمية الصيادين اللي بتخلاش غير النخبة. في لحظة تحقيق حلمي واجهتني عقبة ما قدرتش اني اتخطاها، مع اني اجتهدت واتدربت، لكن جسمي ما كانش مشاركني حلمي. ووقتها خدت بعضي ومشيت من الأكاديمية مستسلم عن حلمي الوحيد. وبدل من المحاولة في حلم التعيس قررت ان اصنع قصة من وحي خيالي، السياف الذي قطع الآفاق. القصة كان فيها شخصيات خارقة وشخصيات سحرية، حاجة ما عرفتش احققها في الواقع. وبطلنا كان على وشك انه ينهي قصته، ولكن قرر انه يكمل بكرة لانه تعبان جدا وعايز ينام. لما جونج مين بيصحى من النوم بيسمع المذيع في التلفزيون بيقول نزار 5 ابراج في بلدتنا، واسم البرج السيف الذي يقطع الافاق. مين بيبقى مستغرب جدا، دي اسم الروايه بتاعتي. وبعدها بيسمع المذيع مره تانية بياكد على ان في ابراج تانية ظهرت، ومين بيبقى مستغرب لان كل الابراج بنفس اسم الابراج اللي كانت في قصته. ولما بيروح ناحيه اللابتوب بيكتشف ان كل الملفات اللي كانوا حاططها اختفت. وبعدها بيشك انه لسه نايم وبيحلم، وبيتفاجئ لما بتظهر له حاجه زي شاشه ومكتوب فيها ان قصتك عصر دمار اخترق من قبل العالم، وان البرج اتعمل بروايتك العظيمه. وفعلا جونج مين بيلاقي في الاخبار اسم الابراج الجديده بنفس اسامي روايته، وبتظهر له في الشاشه ان حصل على قدره الانغماس. فبيتفاجئ ازاي انا اللي مش موهوب احصل على قدره زي دي، وبيضحك وبيقول ان بواسطه القدره دي هيقدر يبقى صياد. وبيحاول يفعل القدره وبيظهر له في الشاشه ان فشل التفعيل، مش بيكون فاهم يفعلها ازاي. واثناء ما مين في المتجر بيفكر ازاي هيفعل القدره دي وبيسمع حد بيندهله. ولما بيشوف مين بيلاقي جارته اللي اسمها سيرين تكون عندها قدره فريده اسمها عالم الجليد، واللي خلاها مقربين انه كان بيذاكر لها بطلب من والدتها، وحاليا هي طالبه في الاكاديميه. ولكن مين ما شافهاش ولا مره هناك. سيرين بترحب بيه وبتقول له عدت بعد مده طويله، وبتساله كنت بتعمل ايه. ومين بيبص على الحاجات وبيشوف هيجيب ايه. سيرين بتنصحه انه يبعد عن المنتجات السريعه، يهتم بصحته. وتلاحظ ان مين بيحاول يغير الموضوع. ولما بيسالها عامله ايه في الاكاديميه بتقول له انا سمعت انك مشهور جدا في الاكاديميه، وانك اخدت عرض من نقابه القصر السماوي، واحده من اعلى 3 نقابات في العالم، ومش اي حد بيوصل لها. ومعنى ان مين يتطلب بالاسم كده يبقى هو مشهور جدا. فمين بيرد بيقول لها هو في حد لسه فاكر الموضوع ده؟ بتقول له طبعا، وبتصفه بالزعيم. وبيقول لها دي قصه ما كنتش عايز اشاركها مع حد، والاعلان ده ما بقاش فيه حاجه تربطني بيه. وفي وسط ما هو بيتكلم طاقه ظلاميه بتظهر في المكان، وبتظهر له شاشه مهاره المؤلف الاصلي للقصه. لاحظ قدره ايفرتون، بيبص وراه وبيبقى عارف مين ايفرتون ده، بيفكر انه تابع للظلام ومش بيبقى عارف هو ظاهر هنا ليه. وفجاه بيقع على الارض، وسيرين بتحاول تروح له ومين بيمنعها، وطاقه ظلاميه بتبدا تتجمع حوالين ايفرتون. وبعدها بيظهر لمين ايفرتون استدعى الذئاب الدمويه، كون مجال وبيخرج منه الذئاب. ناس في المكان بيبداوا يهربوا، وبيظهر مجموعه من الناس بيكرهوا مجموعه السبعه. مجموعه بتكون من عبده الشياطين، مفيش حاجه بتمنعهم من تحقيق هدفهم. مين بيبقى متفاجئ دي نفس المجموعه اللي في روايته. سيرين بتقول انهم لازم يساعدوا الناس دي بسرعه، ولكن بتفتكر ان مين ما عندوش قدره. مين بيقول لها انه هيشغل انتباههم وهي تروح تخرج الناس بره، وبيبقى مستاء لكن قدرته الوحيده هي الهرب. الذئاب الدمويه قدامه بيظهر له في النظام ان الذئاب الدمويه تلاحقه. فجاه الذئب بيخدشه في وشه وبيجري ومش بيكون معاه اي سلاح يستخدمه. فبيمسك حديده وبيحاول يمنع هجوم الذئب، والحديده كانت قربت تتكسر، مش بيبقى عارف هيقدر يصد الضربه الجايه ولا لا. ولما يبص وراه بيلاحظ ان سيرين بتنقذ المواطنين. اتمنى انه يعرف يستخدم قدره الانغماس بتاعته دلوقتي. وهو بيحاول بيظهر له نافذه مكتوب فيها المؤلف الاصلي للقصه بيستخدم قدره الانغماس. ظهر له قدامه تفاصيل من روايته. مين بيبقى فاكر كل حاجه عن روايته، بيفكر انه يستخدم قدره السيف الاقوى في الروايه. ولما بيحاول يستخدم قدره الانغماس عشان يستعمل قدره السياف بيظهر له في النافذه ان الفجوه كبيره جدا واحتمال موته 100% عند استخدام تلك القدره الفريده. وبيظهر له في النافذه تاني اختر هدف الانغماس مجددا. وقتها بيعرف انه لازم يركز على الهدف اثناء تفعيل القدره، وبيبدا يفتكر حاجه وبيقول الشخصيه اللي بفكر فيها هي. وقبل ما يكمل كلامه بيجيله انه نجح في الانغماس. وبيظهر فارس بيحمل نفس السلاح اللي مع منه، وبتبقى الشخصيه جانبيه من الروايه بتاعته الجندي مالون حارس البوابه. ووظيفه الجندي مالون في الروايه كانت انه يحارب اعداء باعداد كتيره بقوه بسيطه. ومين بيوجه ضربات مستليه ناحيه الذئاب وهو بيحارب. بيظهر له انه فهم ان الرمح بيزداد بسرعه، وغريزته القتاليه بتتحسن، ومهارته في المناوره بتزداد بشكل مؤقت. ومين بيوفق الذئب وبيغرس الرمح فيه، والذئب اللي قدامه بيتردد انه يهجم وبيهرب بسرعه. ومين بيمسك الرمح وبيحدفه عليه. من ناحيه تانيه كاترين لسه منفذه القدره الفريده عالم الجليد، وبعدها بتطمن على سلامه الناس. بص على مين بتتفاجئ لانه قدر يهزم الذئاب. بيظهر لمين نافذه بانهاء قدره الانغماس، وهو فرحان انه قدر يستخدم القدره. اثناء وهو حاسس بالالم بيجيله زي اشعار ان قدره الانغماس استخدمت قدر من الطاقه اكبر من ان جسمك يستحملها، وهيبقى في ردة فعل عنيف لزياده القوه بالقوه. سيرين بتروح ناحية مين وبتحاول تطمن عليه، وهو بيقول لها انه مجرد شد عضلي وانه عدى فترة ما عملش تمارين. تسأله بتقوله انك وقت لما كنت في الأكاديمية ما كانش عندك قدرة، انك قتلت بقوة على الرغم انك من غير قوة. ومين بيبقى مستغرب انه قدر يعمل كل ده لوحده. وبيقول لها وقت لما حصروني جسمي اتحرك من تلقاء نفسه. ومين بيفكر بيقول انا ما كنتش عارف ان قدرة الانغماس دي ممكن يطبقها على الشخصيات الجانبية. النظام بيعرف انه ممكن يستعير قدرة اي شخص طالما عنده القوة الكافية،
لكن الاثار الجانبيه لقدره الانغماس بتخليه يشعر بالالم، بيفكر بيقول انه ما ينفعش يفضل الحال ده ولازم انه يطور من قوه جسمه. تاني يوم بيصحى ميني على صوت الموبايل وبيلاقي رساله من سيرين اللي فيها انا اسفه، وهو مش بيكون عارف يتاسف على ايه، وبيبص على التليفون بيلاقي 92 مكالمه فايته، وبيروح ناحيه اللابتوب وبيلاقي صورته منشوره في المقالات والاخبار كلها بتقول ان مين انقذ الوضع، وبيفرح جدا لما بيقرا التعليقات كلها بتبقى مسح فيه، ولكن الفرحه دي بتروح لما بيبص على الرسايل بيتفاجئ ان في طلبات انهم مهتمين بيه، وهو بيبقى متضايق لانهم متواصلوش معاه قبل كده، ايه اللي خلاهم يكلموه دلوقتي. بعدها بيكلم سيرين وبيقول لها ان الجسم اتحسن شويه ولقيت طريقه عشان استعمل قدرتي، يكون مولع من الحماس. وبعدها بنشوف منه في المترو ولما بيمسك موبايله بيلاقي ان في ناس كتير فشلوا في اختراق البرج، لما بيبص من الشباك بيلاقي نفس البرج اللي كان في مخيلته. وبعد شويه وقت مين بيوصل للبرج وبيكون حاسس بالتعب لانه جري مسافه طويله، وبيقرب من لوح حجري ولما بيلمسه بيظهر له نافذه وبتقول له تشعر بطاقه احد الابطال السبعه. مين بيحس بالانزهاق، والرسائل اللي ما كانش بيقدر يشوفها غير من الشاشه بتاعته بقت تظهر قدامه دلوقتي. اثناء ما لمس اللوح شخص بيكلمه من ورا بيقول له واضح ان دي اول زياره للبرج ليك، لانك مهما كنت متحمس من الخطر انك تلمس حاجه زي كده. مين بتبعت له ان فعلا ما ينفعش يلمس البرج خصوصا لو عندك قدره. مين بيعرف الشخص ده وبيقول له انا مجرد شخص ضعيف مستحيل يتم استدعائي للبرج، وبيقول في نفسه علي القول ان المريح انني شخص عادي، ولكن وهو حاطط ايده بتظهر له نافذه الملك الحقيقي للابراج السبعه يتردد في البرج. الجبل ده صاحب البرج يدعوك، مستغرب بيقول ايه اللي جابني هنا. شخص بيشوفه من النافذه بيقول مين الاحمق ده، وبين انه منزعج منه بيبص على مستواه بيشوف انه شخص عادي ولكن بيكون حاسس انه خايف حاجه، بيفكر في طريقه الكشف. وبعدها بيقرر انه يدعوه للبرج. تظهر النافذه المين مكتوب فيها السيف الذي يقطع الافاق يدعوك لاول مره للطابق الاول من البرج سيد السيف. وبتظهر نافذة تانية بتقول التركيز الكثيف للماء يحفز جهازك التنفسي. نافذة تالتة بتقول ان في موجة من الوحوش على وشك القدوم، الوقت اللي متبقي ساعة. اصلا مفيش شخص عادي قدر قبل كده انه يدخل البرج، ويعتبر من الشخص الوحيد اللي دخل. زمان كان عمل مجهود كبير عشان يقدر يدخل البرج لكن بلا جدوى لان هجومه كان ضعيف وما كانش عنده اي قدرة فريدة. واثناء وهو واقف رسالة بتقول له ان وقوفك كده مخليك شخص جبان، وبيلاقي رسالة تانية بتقول له انا خفضت لك مستوى الصعوبة وبقى اسهل مستوى، ولكن زي ما توقعت شخص ضعيف ومحظوظ مش كده. بيجي له رسالة بتقول له ايوه انا اقدر انزل مستوى الصعوبة، ده برجي واقدر اعمل اللي انا عايزه فيه. ومين بيبقى مش مصدق ان حاكم البرج هو اللي بيكلمه، فمين بيساله بيقول له انت اسمك ايدن، فبيرد عليه بيقول له ايدن انت تعرفني، ومين بيقول له طبعا عارفك انا اللي كتبتك في القصه بتاعتي. ممكن ما يكونش ايدن اللي انا قصدي عليه، انا لازم اتاكد. لكن لما بيسمع ايدن بيتكلم عن نفسه بيقول انه حابب انه مشهور، ساعتها مين بيعرف انه ايدن اللي في روايته، لان في القصه اللي كتبها مين كان كاتب ان ايدن الشخصيه الرئيسيه للابطال السبعه، وان الشخصيه عكس مين اللي ما عندوش اي موهبه. واللي كاتبه عن ايدن في الروايه بتاعته ولد قدر يستخدم السيف ولكن ما كانش عنده اي موهبه في استخدام المانا، لكن بعد مده قدر يستخدم المانا من تعليم معلم. وايدن وزمايله راحوا لقلعه الشياطين وهناك هزموا الكائنات الشيطانيه وبقى بطل والكل بقى يحترمه. ايدن كان شخصيه مين بيحلم انه يبقى زيها كده. ايدن بتبقى شخصيه مفضله عند مين، فلو عايز تعرف مين هيعمل ايه في البرج وهل هيقدر يتحكم في قدره الانغماس ولا لا، اكتب لي في التعليقات انزل بالجزء التاني ولا لا. سلام. مجموعة من الأبراج بتظهر في كل مكان في العالم ومحدش عارف السبب، لكن بناء على كلام الناس اللي دخلوا جوه الأبراج دي قالوا إنها شبه اللي بنشوفه في الأفلام والقصص الخيالية. فجأة بيظهر وحوش حوالين الأبراج ومقاتلين يدعوا بالصيادين وبيقفوا في مواجهتهم في سبيل حماية العالم منهم. ومن هنا بتبدأ القصة. شفته وأنا صغير كان عظيم، حماية الناس بقدراتهم الخاصة دي بالنسبة لي كان حاجة عظيمة، وعشان كده سعيت إن أبقى صياد. اجتهدت في الدراسة جدا ومن كتر الانتقال من كتاب للتاني اكتشفت إني قرأت كل الكتب اللي في البيت والمدرسة، ورحت اختبار الكتابة ونجحت إني أدخل أكاديمية الصيادين اللي بتخلاش غير النخبة. في لحظة تحقيق حلمي واجهتني عقبه ما قدرتش اني اتخطاها مع اني اجتهدت واتدربت، لكن جسمي ما كانش مشاركني حلمي، ووقتها خدت بعضي ومشيت من الاكاديميه مستسلم عن حلمي الوحيد. وبدل من المحاولة في حلم التعيس قررت ان اصنع قصة من وحي خيالي، السياف الذي قطع الافاق. القصة كان فيها شخصيات خارقة وشخصيات سحرية، حاجة معرفتش احققها في الواقع. وبطلنا كان على وشك انه ينهي قصته ولكن قرر انه يكمل بكرة لانه تعبان جدا وعايز ينام. لما جونج مين بيصحى من النوم بيسمع المذيع في التلفزيون بيقول نزار 5 ابراج في بلدتنا واسم البرج السياف الذي يقطع الافاق. مين بيبقى مستغرب جدا دي اسم الروايه بتاعتي. وبعدها بيسمع المذيع مره تانية بياكد على ان في ابراج تانية ظهرت، ومين بيبقى مستغرب لان كل الابراج بنفس اسم الابراج اللي كانت في قصته. ولما بيروح ناحيه اللابتوب بيكتشف ان كل الملفات اللي كانوا حاططها اختفت، وبعدها بيشك انه لسه نايم وبيحلم. بيتفاجئ لما بتظهر له حاجه زي شاشه ومكتوب فيها ان قصتك عصر دمار اخترق من قبل العالم وان البرج اتعمل بروايتك العظيمه. وفعلا جونج مين بيلاقي في الاخبار اسم الابراج الجديده بنفس اسامي روايته، وبتظهر له في الشاشه ان حصل على قدره الانغماس. فبيتفاجئ ازاي انا اللي مش موهوب احصل على قدره زي دي، وبيضحك وبيقول ان بواسطه القدره دي هيقدر يبقى صياد. وبيحاول يفعل القدره وبيظهر له في الشاشه ان فشل التفعيل، مش بيكون فاهم يفعلها ازاي. واثناء ما مين في المتجر بيفكر ازاي هيفعل القدره دي وبيسمع حد بيندهله، ولما بيشوف مين بيلاقي جارته اللي اسمها سيرين تكون عندها قدره فريده اسمها عالم الجليد، واللي خلاها مقربين انه كان بيذاكر لها بطلب من والدتها، وحاليا هي طالبه في الاكاديميه. ولكن مين ما شافهاش ولا مره هناك. سيرين بترحب بيه وبتقول له عدت بعد مده طويله، وبتسالك كنت بتعمل ايه، ومين بيبص على الحاجات وبيشوف هيجيب ايه. سيرين بتنصحه انه يبعد عن المنتجات السريعه يهتم بصحته، وتلاحظ ان مين بيحاول يغير الموضوع. ولما بيسالها عامله ايه في الاكاديميه بتقول له انا سمعت انك مشهور جدا في الاكاديميه وانك اخدت عرض من نقابه القصر السماوي. نقابه القصر السماوي واحده من اعلى 3 نقابات في العالم ومش اي حد بيوصل لها، ومعنى ان مين يتطلب بالاسم كده يبقى هو مشهور جدا. فمين بيرد
بترد بيقول لها هو في حد لسه فاكر الموضوع ده؟ بتقول له طبعا، وبتوصفه بالزعيم، وبيقول لها دي قصه ما كنتش عايز اشاركها مع حد، والعالم ده ما بقاش فيه حاجه تربطني بيه. وفيستم وهو بيتكلم طاقه ظلاميه بتظهر في المكان وبتظهر له شاشه. مهاره المؤلف الاصلي للقصه لاحظ قدره ايفرتون، بيبص وراه وبيبقى عارف مين ايفرتون ده، بيفكر انه تابع للظلام ومش بيبقى عارف هو ظهر هنا ليه. وفجاه بيقع على الارض وسيرين بتحاول تروح له ومين بيمنعها، وطاقه ظلاميه بتبدا تتجمع حوالين ايفرتون. وبعدها بيظهر لمين ايفرتون استدعى الذئاب الدمويه، كون مجال وبيخرج منه الذئاب. ناس في المكان بيبداوا يهربوا، وبيظهر مجموعه من الناس بيكرهوا مجموعه السبعه. مجموعه بتكون من عبده الشياطين، مفيش حاجه بتمنعهم من تحقيق هدفهم. مين بيبقى متفاجئ دي نفس المجموعه اللي في رواته. سيرين بتقول انهم لازم يساعدوا الناس دي بسرعه، ولكن بتفتكر ان مين ما عندوش قدره. مين بيقول لها انه هيشغل انتباههم وهي تروح تخرج الناس بره، وبيبقى مستاء لكن قدرته الوحيده هي الهرب. الذئاب الدمويه قدامه بيظهر له في النظام ان الذئاب الدمويه تلاحقه. فجاه الذئب بيخدشه في وشه وبيجري ومش بيكون معاه اي سلاح يستخدمه، فبيمسك حديده وبيحاول يمنع هجوم الذئب. والحديده كانت قربت تتكسر، مش بيبقى عارف هيقدر يصد الضربه الجايه ولا لا. ولما يبص وراه بيلاحظ ان سيرين بتنقذ المواطنين. اتمنى انه يعرف يستخدم قدره الانغماس بتاعته دلوقتي، وهو بيحاول بيظهر له نافذه مكتوب فيها المؤلف الاصلي للقصه بيستخدم قدره الانغماس. ظهر له قدامه تفاصيل من روايته. مين بيبقى فاكر كل حاجه عن روايته، بيفكر انه يستخدم قدره السيف الاقوى في الروايه. ولما بيحاول يستخدم قدره الانغماس عشان يستعمل قدره السياف بيظهر له في النافذه ان الفجوه كبيره جدا واحتمال موته 100% عند استخدام تلك القدره الفريده. وبيظهر له في النافذه تاني اختار هدف الانغماس مجددا. وقتها بيعرف انه لازم يركز على الهدف اثناء تفعيل القدره، وبيبدا يفتكر حاجه وبيقول الشخصيه اللي بفكر فيها هي. وقبل ما يكمل كلامه بيجيله انه نجح في الانغماس. وبيظهر فارس بيحمل نفس السلاح اللي مع منه، وبتبقى الشخصيه جانبيه من الروايه بتاعته الجندي مالون حارس البوابه. ووظيفه الجندي مالون في الروايه كانت انه يحارب اعداء باعداد كتيره بقوه بسيطه. ومين بيوجه ضربات متتاليه ناحيه الذئاب وهو بيحارب. بيظهر له انه فهم ان الرمح بيزداد بسرعه وغريزته القتاليه بتتحسن ومهارته في المناوره بتزداد بشكل مؤقت. ومين بيوفق الذئب وبيغرس الرمح فيه، والذئب اللي قدامه بيتردد انه يهجم وبيهرب بسرعه. ومين بيمسك الرمح وبيحدفه عليه. من ناحيه تانيه كاترين لسه منفذه القدره الفريده عالم الجليد، وبعدها بتطمن على سلامه الناس. بص على مين بتتفاجئ لانه قدر يهزم الذئاب. بيظهر لمين نافذه بانهاء قدره الانغماس وهو فرحان انه قدر يستخدم القدره. اثناء وهو حاسس بالالم بيجيله زي اشعار ان بقدره الانغماس استخدمت قدر من الطاقه اكبر من ان جسمك يستحملها، وهيبقى في ردة فعل عنيف لزياده القوه بالقوه. سيرين بتروح ناحيه مين وبتحاول تطمن عليه، وهو بيقول لها انه مجرد شد عضلي وانه عدى فتره ما عملش تمارين. تساله بتقول له انك وقت لما كنت في الاكاديميه ما كانش عندك قدره، انك قتلت بقوه على الرغم انك من غير قوه. ومين بيبقى مستغرب انه قدر يعمل كل ده لوحده، وبيقول لها وقت لما حصروني جسمي اتحرك من تلقاء نفسه. ومين بيفكر بيقول انا ما كنتش عارف ان قدره الانغماس دي ممكن يطبقها على الشخصيات الجانبيه. النظام بيعرف انه ممكن يستعير قدره اي شخص طالما عنده القوه الكافيه، لكن الاثار الجانبيه لقدره الانغماس بتخليه يشعر بالالم. بيفكر بيقول انه ما ينفعش يفضل الحال ده ولازم انه يطور من قوه جسمه. تاني يوم بيصحى مين على صوت الموبايل وبيلاقي رساله من سيرين اللي فيها انا اسفه، وهو مش بيكون عارف يتاسف على ايه. وبيبص على التليفون بيلاقي 92 مكالمه فايته، وبيروح ناحيه اللابتوب وبيلاقي صورته منشوره في المقالات والاخبار كلها بتقول ان مين انقذ الوضع. وبيفرح جدا لما بيقرا التعليقات كلها بتبقى مسح فيه، ولكن الفرحه دي بتروح لما بيبص على الرسايل بيتفاجئ ان في طلبات انهم مهتمين بيه، وهو بيبقى متضايق لانهم ما تواصلوش معاه قبل كده. ايه اللي خلاهم يكلموه دلوقتي؟ بعدها بيكلم سيرين وبيقول لها ان الجسم اتحسن شويه ولقيت طريقه عشان استعمل قدرتي. بيكون مولع من الحماس. وبعدها بنشوف مين هو في المترو، ولما بيمسك موبايله بيلاقي ان في ناس كتير فشلوا في اختراق البرج. لما بيبص من الشباك بيلاقي نفس البرج اللي كان في مخيلته. وبعد شويه وقت مين بيوصل للبرج وبيكون حاسس بالتعب لانه جري مسافه طويله وبيقرب من لوح حجري. ولما بيلمسه بيظهر له نافذه وبتقول له تشعر بطاقه احد الابطال السبعه. مين بيحس بالانزهاء، والرسائل اللي ما كانش بيقدر يشوفها غير من الشاشه بتاعته بقت تظهر قدامه دلوقتي. اثناء ما مين لمس اللوح شخص بيكلمه من ورا بيقول واضح ان دي اول زياره للبرج ليك، لانك مهما كنت متحمس من الخطر انك تلمس حاجه زي كده. مين بتبعت له ان فعلا ما ينفعش يلمس البرج خصوصا لو عندك قدره. مين بيعرف الشخص ده وبيقول له انا مجرد شخص ضعيف مستحيل يتم استدعائي للبرج. وبيقول في نفسه علي القول ان المريح انني شخص عادي، ولكن وهو حاطط ايده بتظهر له نافذه الملك الحقيقي للابراج السبعه يتردد في البرج. الجبل ده صاحب البرج يدعوه. مستغرب بيقول ايه اللي جابني هنا. شخص بيشوفه من النافذه بيقول مين الاحمق ده، وبين انه منزعج منه بيبص على مستواه بيشوف انه شخص عادي ولكن بيكون حاسس انه خايف حاجه. بيفكر في طريقه الكشف، وبعدها بيقرر انه يدعوه للبرج. بتظهر النافذه المين مكتوب فيها السيف الذي يقطع الافاق يدعوك لاول مره للطابق الاول من البرج سيد السيف. وبتظهر نافذه تانية بتقول التركيز الكثيف للماء يحفز جهازك التنفسي. نافذه ثالثه بتقول ان في موجه من الوحوش على وشك القدوم في الوقت اللي متبقي ساعه. اصلا مفيش شخص عادي قدر قبل كده انه يدخل البرج، ويعتبر من الشخص الوحيد اللي دخل. زمان كان عمل مجهود كبير عشان يقدر يدخل البرج لكن بلا جدوى لان هجومه كان ضعيف وما كانش عنده اي قدره فريده. واثناء وهو واقف رساله بتقول له ان وقوفك كده مخليك شخص جبان. وبيلاقي رساله تانية بتقول له انا خفضت لك مستوى الصعوبه وبقى اسهل مستوى، ولكن زي ما توقعت شخص ضعيف ومحظوظ مش كده. بيجي له رساله بتقول له ايوه انا اقدر انزل مستوى الصعوبه، ده برجي واقدر اعمل اللي انا عايزه فيه.
فيه. ومين بيبقى مش مصدق ان حاكم البرج هو اللي بيكلمه، فمين بيساله وبيقول له انت اسمك ايدن، فبيرد عليه بيقول له ايدن انت تعرفني، ومين بيقول له طبعا عارفك، انا اللي كتبتك في القصه بتاعتي، ممكن ما يكونش ايدن اللي انا قصدي عليه، انا لازم اتاكد. لكن لما بيسمع ايدن بيتكلم عن نفسه بيقول انه حابب انه مشهور، ساعتها مين بيعرف انه ايدن اللي في روايته، لان في القصه اللي كتبها مين كان كاتب ان ايدن الشخصيه الرئيسيه للابطال السبعه، وان الشخصيه عكس مين اللي ما عندوش اي موهبه، واللي كاتبه عن ايدن في الروايه بتاعته ولد قدر يستخدم السيف ولكن ما كانش عنده اي موهبه في استخدام المانا، لكن بعد مده قدر يستخدم المانا من تعليم معلم. وايدن وزمايله راحوا لقلعه الشياطين وهناك هزموا الكائنات الشيطانيه وبقى بطل والكل بقى يحترمه. ايدن كان شخصيه مين بيحلم انه يبقى زيها كده. ايدن بتبقى شخصيه مفضله عند مين، فلو عايز تعرف مين هيعمل ايه في البرج وهل هيقدر يتحكم في قدره الانغماس ولا لا، اكتبلي في التعليقات انزل بالجزء التاني ولا لا. سلام.